السلام عليكم البنات، كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم هذه الفطيره هذه اللي كتجي زوينه بزاف ومورقه، يعني بدون زبده، كتجي رائعه بزاف وكتجي لذيذه لذيذه. ما نقول لكم شحال بنينه هاد الفطيره هذه، يعني والحشوه كتجي غزاله غزاله بزاف. غير صدقوني، غير جربوها غادي تعجبكم بزاف هاد الفطيره. كنتمنى انكم تجربوها وعلى بركة الله. هنايا استعملت 6 ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا غادي نستعملوا العجين بطبيعة الحال اللي هو بحال الورقة ديال البسطيلة، كيجينا بحال الورقة وبدون زبدة، كيجي رائع بزاف. غير جربوه. وهنا كما قلت لكم استعملت 6 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفرص الخاص بالحلويات، اللي غادي ندوزوه فواحد الصفايه بحال هكا والغربال، باش يعني تحيد منه دوك الكتل او دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيه بحال هكايا، يعني تحيدوا كاملين. وهنايا استعملت واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق بطبيعه الحال. وهنايا استعملت ثلث كاس ديال الزيت نباتي، غادي نستعملوها في العجين. يعني هاد كتخلي يعني هاد العجين هذا كيجي رطب وهشيش، كتجي فنه فنه بلا ما نشكر لكم عليها. راك هي شاكره راسها براسها، كتجي غزاله غزاله. غير جربوها بطبيعه الحال غادي تعجبكم. صافي ملي خلطت شويه ديال الدقيق، هذا الدقيق هذا غادي نزيد الماء. انا استعملت هنايا تقريبا 2 كيسان ديال الماء، بقات لي غير واحد شويه من الكاس الثاني. وغادي نخلطو يعني غادي نضيف الكاس الاول والكاس الثاني بقى نضيف بالتدريج. يعني بهذا العجين هذا ما بغيناش يجينا جاري، بغيناه شويه يكون شاده في راسو قاصح شويه. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك وتعليق، وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب، باش هكا تعم الفائده. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش ضغط على زر اشتراك وخاصيه الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. وبالفضل ديالكم بطبيعه الحال غادي تكبر القناه ديالي. وهنايا من بعد كما شفتوا معايا راه كنزيد الماء بشويه، يعني غير بالتدريج. والعجين انا كنخلطو كما كتشوفوا راه قاصح. وغادي نضيف واحد شويه لهذا الجنب هذا، وتبقى لي غير واحد شويه كما شفتوا، تقريبا واحد 2 معالق اللي تبقاو ليا ديال الماء في 2 كيسان. وانتم بطبيعه الحال على حسب النوعيه ديال الدقيق، راه كاين كل دقيق يعني كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، على حسب الدقيق بطبيعه الحال. وهنايا غادي نزرب شويه الكاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو. من بعد ما جمعت العجين غادي نديرو فوق سطح العمل، وغادي ندلكو واحد شويه حتى كيتجانسوا ليا كاع ديك المكونات اللي عندي، يعني تدلك واحد شويه. هاد العمليه راه ضروريه في العجين باش كيجينا يعني ديك الزيت كتخلط لينا مع الدقيق والماء وداكشي، يعني كتجي العجينه رطبه وهشيشه، وكينسجم كلشي مع بعضياتو. هنايا استعملت بابي سولوفان اللي غادي نغطي به هاد العجين ونخليه على جنب حتى كنوجد الحشو ديالي اللي كيتكون من انا استعملت هنايا واحد 4 البصلات كبار. بطبيعه الحال في الاول غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في المقله، نخليها واحد شويه تتسخن، وغادي نضيف البصله. انا استعملت 4 البصلات كبار اللي قطعتهم مربعات متوسطه، يعني ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره. وغادي نخليو هاد البصله هذه حتى كتهبط واحد شويه، وغادي نكملو التتمه ديال الحشو ديالنا. صافي كما شفتوا البصله راه هي دبلات، يعني عطات واحد شويه بحال هكا. غادي نضيف الملح وشويه ديال الابزار، وضفت هنا واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال البسطيله. نتوما على حسب الذوق، انا استعملت ديال البسطيله او لا تستعملوا ديال الدجاج ولا ديال اللحم، يعني اللي بغيتو. انا استعملت هنا ديال البسطيله، كيعطينا واحد المذاق زوين لهذا الحشو هذا. واستعملت 400 غرام ديال الكفته اللي غادي نضيفوها بطبيعه الحال لهاد البصله هذه. وغادي نحاولوا اننا نفرتوها بحال هكا بالمعلقه ديالنا باش ما تجيش يعني كويرات كبر. وحنا كنخلطوها وحنا يعني كنمعكوها بحال هكا باش كتخلط لينا وكطيب وكتجي مفرته، ما كتجيش كبيره بزاف. صافي وكنخليوها حتى كتشرب الماء، يعني ما كيبقاش فيها داك الماء ديالها. يعني كنجهدوا النار باش ديك الكفته ما كتطلق ليناش الماء، وكيكون يعني داك الشيء مية. حنا كنبغيو غير نسوطيوه دغيا باش كيطيب دغيا، ومنها كطيب دغيا، ومنها ما كيبقاش فيها داك الماء.
صافي وكنحطوها في شي اناء اولا شي طبسيل ولا شي حاجه فين غادي نديرو الحشو ديالنا كامل. انا استعملت هنايا طبسيل كبير، وفي نفس المقله بطبيعه الحال غادي ناخدوها ونديروا لها واحد شويه ديال الزيت، تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت نباتي، وغادي نضيف واحد نص كيلو ديال لي زيبينار او السبانيغ اللي غسلتهم بطبيعه الحال مزيان درت لهم واحد شويه ديال الخل وخليتهم في الماء واحد 5 دقائق وغسلتهم مزيان وشللتهم باش كيتحيد منهم كاع داك الشوائب وكيتحيد منهم، يعني الا كانت شي بخوشه ولا شي حاجه راه كتحيد. صافي وقطعتهم عشوائي يعني كبار شويه بحال هكا. صافي ودرت واحد شويه د الملحه وشويه د الابزار وغادي نخلط مزيان مع العافيه مجهده. كنجهدوا النار باش ما كتلقليناش لي زيبينار ديالنا الماء. صافي وكنخلطوه يعني كنستمروا في التخلاط باش ما كتلصق ليناش، وفي نفس الوقت ما كيبقاش داك الماء، يعني كما شفتوا ما كاينش كاع داك الماء، يعني راه شربته دغيا دغيا حيت العافيه كما قلت لكم راه مجهده. كنضيفوه على داك البصله والكفته ديالنا. كما تشوفوا الحشوه ديالنا راه طلقات شويه داك الماء وشويه داك الزيت، ولكن معليش راه كنضيفوا هاد الشعريه الصينيه يعني كتشرب كاع داك الماء، يعني ما نحتاجوش اننا نديروها في الصفايه حتى تصفى. انا استعملت هنايا واحد الباكيه ديال الشعريه الصينيه اللي كيكونوا فيها 2 مربعات، يعني ديك الباكيه الصغيره هذه استعملتها كامله، درتها في الماء سخون ودرتها فوق البوطه واحد شويه، غير بدات كطبخ وخليتها واحد شويه ودرتها في الصفايه وقطعتها بالمقص. صافي وغادي نضيفوها للحشو ديالنا، وغادي نضيف واحد زليفه صغيره ديال الزيتون مقطع، وواحد 80 غرام ديال الفرماج موتزاريلا اللي حكيته، وانتم على حسب اللي بغيتو بطبيعه الحال. ولكن كتجي ديك الحشوه معلكه بهذا الفرماج هذا، كتجي فنه بزاف. واستعملت 4 ديال البيضات اختياريين، الا بغيتو تضيفوهم ما بغيتوش ما ديروهمش، ولكن انا بغيت الحشو ديالي يجيني كتير، ويعني ديك البسطيله اولا ديك الفطيره بغيتها تكون عامره، لهذا ضفت واحد 4 ديال البيضات اللي سلقتهم. صافي وغادي نخلط هاد العناصر كلهم حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم. كما شفتوا انايا هنايا جاني الحشو شويه بيض، لهذا غادي نضيف واحد المعلقه ديال التحميره. كما كتشوفوا الحشو الا بغيتو تخليوه بيض بحال هكا معليش، ولكن راه المذاق ديالو كيجي فن. وهنايا زدت واحد المعلقه كما قلت لكم ديال التحميره وشويه ديال الكمون باش كيعطينا واحد المذاق زوين. صافي وغادي نخلط هاد الحشو ديالي وغادي نخليوه على جنب منها كيبرد مزيان. وديك الشعريه كتشرب لينا ديك الفائض اللي بقى لينا ديال الماء، واخا راه هو غير شويه ولكن راه ما كيبقاش في الاخر، كيجي كلشي ناشف. العجين ديالي راه ارتاح تقريبا واحد 3 السوايع هو مرتاح. غادي ناخدو غادي نقسمو على 2، يعني هاد الجزء الاول غادي نقسموه بطبيعه الحال على 8 د الكويرات صغار باش كيجينا بحال الوريقات، يعني 8 ديال الوريقات في كل جهه. كنحاول انني نديرهم متساويين مقادين يعني في نفس التقاده. الا بانت لي شي وحده كبيره راه كنقص منها، ولكن نتوما على حسب اللي بغيتو. ولكن هاد الطريقه هذه كتجي فنه يعني كيجيونا مورقين. هاد الوريقات هادو كيبانو كتبان لينا يعني ديك العجين ديالنا كتجي بحال اللي استعملنا الورقه، هي ما فيها لا زبده، ما درناش كاع الزبده، غنستعملو غير الزيت. صافي وكنكورهم بحال هكذا حتى كنجمعوهم، يعني كنستمروا حتى كنقادو يعني واحد الطبقه الاولى ديال العجين بحال هكا. وغادي نستعملهم في واحد نحطهم في واحد الصينيه اولا بلاطو. وهنايا غناخدو الجزء الثاني حتى هو نقطعوه بنفس الطريقه، يعني 8 ديال القطع ديال الكويرات صغار، يعني كيجيونا صغار قد البيض، يعني قد بيضه صغيره، يعني ماشي داك البيض الكبير ولكن البيضات صغار. صافي وكنغطيوهم بحال هكا. من بعد ما كملتهم يعني 8 و8 راه 16 القطعه. خديت هنا واحد الكميه ديال الزيت اللي غادي تكفيني، استعملت تقريبا كاس ديال الزيت ما كاملش، يعني كاس اللارب بحال هكاك. واستعملت واحد 4 معالق ديال النشا
هو اللي غادي يخلي لنا ديك يعني ديك الورقه، يعني ديك العجين ديالنا يجينا مورق. انا استعملت هنا 4 المعالق عامرين، غادي نخلطهم مزيان مع هاد الزيت هذه حتى كيتخلطوا ليا مزيان ويتجانسوا، يعني ما كيبقاوش دوك الكويرات، كيجي على هذا الشكل هذا. يعني ما كيكونش قاصح بزاف. صافي من بعد كناخذ دوك العجين اللي خليناهم حتى يعني ترتاحوا، يعني كيسهلوا علينا اننا نسرحوهم بالاستعانه بالدلاك. غادي نسرحهم واحد شويه بحال هكا، يعني واحد كنسرحهم مزيان، يعني ما كيكونوش صغيورين بزاف ولكن كنسرحهم شويه كبار باش كيسهلوا عليا في الخدمه. يعني راه الطريقه سهله، يعني يعني سهله، اي واحد يقدر يصايب هاد العجين هذا ويجيه مورق بحال هكا وبلا زبده، يعني اقتصادي بزاف بزاف. صافي من بعد ما سرحت كناخذ كل كويره كنحط فيها واحد المعلقه تقريبا ديال الخليط ديالنا ديال الزيت مع النشا. كتكون واحد المعلقه ما عمرات بزاف، يعني كندير 7 ديال القطع اللي كندهنهم كاملين، ولكن وحده اللي كتكون من الفوق ما كندهنهاش، كنخليها يعني باش ما صافي. كان بالاستعانه بواحد الشيشيته بحال هكا غادي ندهن يعني هاد العجين ديالي. صافي من بعد ما دهنت كناخذ كل قطعه كنحط وحده فوق وحده غير بيدي بحال هكا، وكنحاول انني نبسط لها الجناب باش ما كتجينيش ما كتهرب لياش العجين. كما كتشوفوا راه غير الزيت راه كتزلق واحد شويه، ولكن كنحاول انني نضغط عليها في الجناب بحال هكا باش كتبقى ثابته. وكناخذ الاخرانيه كما شفتوا غادي نحطها من الفوق بحال هكا، وغادي نحطها على جنب بحال هكا حتى كتطلق، يعني على ما نديروا القطعه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. صافي كنخليوها ترتاح، الثانيه كنخليوها ترتاح. من بعد ما الاولى ديالنا راه هي ارتاحت مزيان كنطلقوها غير بيدينا بحال هكا، باش ما كتهرب ليناش واحد يعني القطعه شي قطعه بحال هكا. يعني كل مره كنقلبوها بحال هكذا وكنبسطوها بيدينا بحال هكا حتى كنتحصلوا على النتيجه اللي بغينا، يعني السمك اللي بغيناه. صافي هنايا خديت واحد الصينيه اللي غادي ندخلها للفران اللي دهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي نحط فيها هاد العجين اللي بسطتها غير بيديا راه بكل سهوله كتمشى ليا. وغادي نعاود نقادها مزيان، يعني حتى كناخذ يعني الشكل اللي نتوما الا بغيتو ديروا بسطيله بحال هذه او هاد الفطيره هذه ديروها كبيره كما درتها انا، غديروا نفس العجين يعني نفس بهاد الطريقه هذه، ويعني بهاد الكميه هذه ديال العجين. نتوما الا ما بغيتو ديروها صغير ديروهم صغار، ولا المهم ديروها صغيره غادي تنقصوا من العجين بطبيعه الحال، وغادي ديروهم صغيورين وغادي تنقصوا من الكميه ديال العجين. صافي وخديت الحشو ديالي كما كتشوفوا راه ناشف ما فيه حتى شي قطره ديال الماء، يعني ديك الشعريه ديال الرز تشربت لينا كاع داك الماء اللي كيكون فيه. صافي وغادي ناخذوه كامل نكبوه، وغادي يعني نديروه فوق العجين ديالنا في الطبقه الاولى ديال العجين. وغادي كما كتشوفوا كتجي واحد الفطيره اللي هي عامره. صافي وكنسرحوها فوق منا بحال هكا. صافي يعني كنبسطوها مزيان وكنخليوها على جنب. كناخذوا القطعه الثانيه ديال العجين حتى هي كنطلقوها بنفس الطريقه غير بيدينا بحال هكا، راه دغيا كتمشي يعني كتطلق دغيا كتسرح لينا. صافي كناخذ العجين ديالي كناخذ الحشو يعني الطبقه الثانيه ديال الاولى ديالنا كنحطوها عليها بحال هكا، وكناخذوا يعني العجين من التحت بحال هكا كنغطيو به داك الجناب بحال هكا كما كتشوفوا. كنهز العجين من التحت باش يعني كتجينا ثابته وما كتحلش لينا. كناخذ العجين من التحت وكنغطي به الفوق بحال هكا حتى كنكمل، يعني ندور عليها كامله. صافي من بعد ما كملت غادي نبسطها بيدي حتى كتقاد ليا وكتجيني يعني واحد الخبيزه او فطيره كتجيني عامره وكتجيني مقاده. كنحاول انني ندخلها ديك الجناب باش يعني كتبان
المنظر ديالها والشكل ديالها كيبان زوين. صافي وكنبسطها بحال هكا وغادي نخليوها على جنب. نجيب واحد صفار البيض. نتوما هنايا انا راه نسيت ما تكيتهاش بالكوردون. غادي تاخذوا واحد الكوردون تكوها بحال هكا باش ما تنفخ لكمش كما تنفخت لي انا. راه نسيتها ما تكيتهاش في الاول، واخا كنتكها من بعد ما بغاتش كاع تهبط يعني. صافي وخليتها. هنايا غادي ناخذ واحد الكوردون غادي نتكوها كامله بحال هكا ونتقبوها بواحد الكوردون ما كيبانش. من بعد ما كندهنوا بعدا بالبيض عاد كنتكوها باش ما كنغطيوش دوك التقيبات باصفر البيض. انا هنا استعملت باصفر بيضه اللي درت ليه واحد شويه ديال الخل باش ما كيعطيناش داك المذاق ديك يعني ديك الريحه ديال الزفوريه ديال البيض. صافي وغادي ناخذ بحال هكا وغادي ندهنوها. صافي هنا في هذه المرحله هذه هنايا غادي تاخذوا نتوما وغادي تكوها بديك الكوردون. صافي ودخلتها للفران كطيب على درجه اللي هي يعني كيكون الفران سخون. يعني قبل ما ندخلها بواحد ربع ساعه ولا 10 دقائق كنشعل ليه من الفوق ومن التحت وكنخليه واحد كيسخن من الفران مزيان وكندخلوها تقريبا واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. من بعد كنقصوا على النار بزاف يعني كنديروا واحد الشميعه ديال العافيه وكنخليوها طيب تقريبا ساعه وهي كطيب حتى لساعه وربع بحال هكاك حتى كتحمر لينا من جميع الجوانب بحال هكا. كتجي المنظر ديالها غزاله. انا تزين كان نتوما الا بغيتو تزينوها بطبيعه الحال غادي تزينوها. انا خليتها غير بحال هكا جاتني غزاله بزاف. كنتمنى انكم تجربوها ونال الاعجاب ديالكم. وشوف كيجي المنظر ديالها كيجي فن بزاف كما كتشوفوا. راه كما قلت لكم راه تنفخات لي انا واحد شويه في الفران حيت ما كنتش تكيتها. من بعد بديت كنتكها بالكوردون ما بغاتش يعني تهبط، واخا كتهبط واحد شويه من بعد كترجع كتنفخ. وعليها لهذا نتوما يعني غادي تكوها قبل منين دهنتوها بصفار البيض غادي تكوها مزيان واحد تقيبات يعني واحد تقيبات بحال هكا يعني كتدخل مزيان داك الكوردون حتى كتقبلينا كنحسوا بها التقبات كما كتشوفوا. كتجي الشكل ديالها غزال وبنينه بزاف وكتجي يعني ديك الورقه هشيشه ورطبه ومورقه وكتجي غزاله بزاف. والحشو ديالنا كيجي لذيذ غير جربوها. هاد الحشو هادي غادي يعجبكم بزاف. صافي هنايا كنقدموا بحال هكا. صافي وكنقدموا بحال هكا كما كتشوفوا. العجين ديالنا كيجي مورق كما كتشوفوا يعني كل ورقه بحال اللي كنستعملها الورقه ديال البسطيله ولا كتجي احسن كاع. كيجي غزال بزاف يعني مورق بزاف وكيجي بنين بزاف. غير صدقوني وغادي تعجبكم بزاف هاد الطريقه ديال التوراق يعني كتجي غزاله بزاف بكل معنى. واخا نقول لكم ما غاديش نقدر انا نشرح لكم مزيان كما كتجي حتى كتجربوها نتوما. واخا كنقول لكم راه كتجي غزاله ولكن غادي تجربوها غادي تكتشفوا بانها راه غزاله بصح وكتجي مورقه وهشيشه وبنينه. وكنتمنى لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه والى وصفه قادمه ان شاء الله.